فواحد بلاصة سميتها الفيوم، معروفة بعيونها وآبارها القديمة. كدور قصة غريبة بقات في الذاكرة ديال الناس، قصة بئر وشي سر خطير كتخبيه في الأعناق. كان واحد العائلة ساكنين حد واحد بئر قديمة وسط أرضهم الفلاحية. البئر كانت غارقة، وكيقولوا الناس من زمان أنها عامرة بالجن، وحتى شي واحد ما كيقدر يقرب لها، خصوصا ملي كيسالي النهار وكتغرب الشمس. وسط العائلة كانت كاينه بنيه صغيره زوينه وديما ناشطه، كتحماق تلعب حتى كالدر، وما كتسمعش الهضره والديها اللي كانوا ديما كيحضروها ما تقربيش من داك البئر. النهار رجعت من اللعب بدات كتحس بشي حاجه غريبه. الحراره طلعت، ما بقات قادره تحرك، ولات كتطرطق بكلام ما مفهومش، بحال الا كتكلم بلغه ماشي ديال البشر. وصلحتها قبل ما نكملوا القصه، إلا عجبتك وبغيتو تسمع قصص مرعبة أكتر، دير لايك للفيديو، أبوني في القناة، راه الجاي أخطر بكتير. دوها العائلة عند أطباء، ولكن حتى واحد ما فهمش واقع ليها، حتى فقدوا الأمل وعيطوا على واحد الفقيه من دوار بعيد. بنين شافها قال لهم بالحرف. البنت لبست من طرف جن ساكن في داك البئر. بدا الفقيه كيقرأ عليها الرقية، وما كملش حتى بدات كتشنج وكتغوت بصوت مخيف، بحال الا شي مخلوق كيحاول يخرج من الداخل. الفقيه بقى كيقرا حتى طاحت مغمي عليها، ومنين فاقت البنت ولات طبيعيه، كتضحك وكتكلم بحال قبل. نصحوا الفقيه باش ما يخليوهاش تقرب داك البئر، ورش عليهم ماء مقروء حول البئر باش يحصنهم. ومن داك النهار البنت براوه ورجعت لحياتها العاديه. ودي كانت قصة البنت والبئر اللي ساكن فيه الجن. في القرية كاملة بقات القصة كتحذير لكل واحد كيستهزأ بالأماكن المهجورة، واخا تكون صغير أو كبير، راه الجن ما كيعرفش شكون. واللي ارتعليق واش سبق ليك سمعتي شي قصة بحال هادي، أو بغيتي نحكي لك شي قصة على شي دار مسكونة؟